مساء الخير. مفيش نور، مفيش كهرباء، لكن كهرباء في قلوبنا إلى ما شاء الله. كهرباء اتصاب في نهاية المباراة وقام بالسلامة واطمنا عليه الحمد لله. أخيرا يا زمالك فزت على الأهلي، أخيرا. ألف مليون مبروك يا زمالك على فوزك على الأهلي. بالصراحة فرحة الزمالك وجماهيره ولاعيبته وجهازه الفني والإداري دول بيأكدوا ان هو فاز ببطولة، انتزع البطولة من بق اسد. بالصراحة الف مليون مبروك يا زمالك. في ناس طبعا لما تشوف الفيديو ده هيقولوا لي انت راجل زملكاوي، وفي ناس لما شافوا الفيديو القديم اللي عملته على الاهلي هيقولوا عليا انا اهلاوي. انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، انا اتحداوي وبشجع الاتحاد سيد البلد. سبرت يا حبي اتحاد يا اوروبي. مش معنى ان انا بشجعك ابقى معاك، ولا معنى ان انا بنقدك ابقى ضدك. انا ولا مع ولا ضد، انا مع الحق. بس بمناسبة لقاء القمة النهاردة اللي 127، نفسي اشوف في الدوري العام المصري اكتر من 20 منافس. لو عدد الفرق بتاعتنا 20 فريق في بطولة الدوري، اتمنى اشوف 20 منافس في بطولة الدوري. مش منافس واحد ولا منافسين ولا ثلاثة، انا عايز اشوف 20 منافس، وعايز اشوف ما بين الاول والاخير فرق نقط ما بينهم 6 نقط 7 نقط 8 نقط. مش ما بين الاول والاخير 50 نقطة. ليه؟ عشان مستوى الكورة يتقدم. طالما عندك عدد منافسين كتار هيبقى انت دوري جميل ومحترف، وهتجذب اللعيبه يلعبوا عندك. طالما انت عندك منافس واحد بالعافيه، عمر ما اي واحد هيبص لك. تمام؟ بنصح لعيبه الكوره لازم تظبطوا ادائكم ورد فعلكم. ما ينفعش الاستفزاز، تنساقوا ورا الاستفزاز. لعيب الخصم استفزك، ما يبقاش رد فعلك عنيف عليه. ليه؟ عشان اللعيبه بيحركوا الجمهور. واحد استفزك من اللعيبه وانت انفعلت عليه، هتلاقي الماتش ولع، هتلاقي الجماهير ولعت. فلازم تهدى واحده واحده. ما ينفعش اللي حصل ما بين لاعب الاهلي ولاعب الزمالك. تمام؟ دي نقطه. النقطه اخر نقطه عشان اختم بيها، ضربه جزاء مظبوطة وصحيحة وسليمة للزمالك، لكن الحكم ظلم الزمالك لصالح الأهلي. وانتم يا لعيبة الأهلي لما تزعلوا من أخطاء حصلت معاكم، افتكروا مجاملات حصلت ليكم. تمام؟ شكرا، مع السلامة. مبروك للزمالك.